مساء الخير يا أصحاب برج العذراء. هنا قناتكم هيرسكوب اللي بتقدم لك أسرار النجوم والكواكب عشان تعيش حياتك بخطوات أوضح وأنجح. لو لسه جديد معانا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان توصلك كل التوقعات أول بأول. برج الميزان، الأسبوع الأخير من أغسطس. الحب يا عذراء، الأسبوع الأخير من أغسطس بيحط الضوء على مشاعرك وعلاقاتك بشكل قوي. لو أنت مرتبط هتحس إنك محتاج تنظم علاقتك وتوضح الحدود اللي بينك وبين شريكك. مش معنى الحدود جمود، بالعكس ده هيخلي العلاقة تبقى أنضج وأوضح. ممكن تكتشف إن في شريكك تفاصيل جميلة ما كنتش واخد بالك منها قبل كده، وده هيقربكوا أكتر. أما لو أنت سنجل فالأسبوع ده بيحملك فرصة تعارف جديدة عن طريق الشغل أو الدراسة. الشخص اللي هتقابله ممكن يبقى عملي جداً زيك، وده هيخليك تحس إنك لقيت حد على نفس الموجة. العمل، العذراء في العمل دايماً بيدقق في التفاصيل، والأسبوع ده بالذات الميزة دي هتكون سلاحك القوي. ممكن يطلبوا منك مراجعة أو تدقيق في حاجة مهمة، وده هيثبت مكانتك. لو عندك مشروع أو ورق لازم يخلص، استغل طاقتك في إنك تنجزه دلوقتي، لأن الأسبوع الأخير من أغسطس مناسب جداً للانتهاء من الحاجات المؤجلة. بس خليك واخد بالك، ما تحملش نفسك فوق طاقتك. أنت ساعات بتحب الكمال لدرجة إنك بتاعب نفسك. المال، الوضع المالي للعذراء الأسبوع ده مستقر نوعاً ما، مش هيكون فيه قفزات كبيرة بس كمان مش